السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات شرحنا ازاي عملنا المسارات اللي هنمشي عليها بالدوائر عشان نطلع شكل البابلز اللي موجودة في الريفرنس. في الفيديو ده هنشرح ازاي بنضيف الدوائر عشان تمشي على المسارات دي تدينا نفس الشكل. طيب، اول حاجة هنركز عليها هي ان احنا نظبط السنتر بوينت بتاعة المسارات دي كلها. يعني مثلا ده، بما اننا عاملين له سيلكت، شوف السنتر بوينت بتاعته هنا. احنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين السنتر بوينت بتاعته تكون عند الكاروسيل هنا. نمسك الشكل، كليك يمين، سيت اوريجين، نختار من هنا تو 3D كاروسيل. ممكن نمسكهم كلهم نجرب كده نشوف. ممتاز، هو كده عملهم كلهم مرة واحدة. كويس. طيب نحرك كده نشوف بالظبط ده اللي احنا عاوزينه. هنمسك، هندوس سلاش عشان، ايوه بالظبط، اول حاجة هظهر الاختصارات. طيب محتاجين دايرة من دول، دايرة واحدة بس. فهنمسك أي شكل من دول وندخل edit mode ونمسك select واحدة بس، واحنا هنا كده ندوس حرف ال L. تمام، أنا كده أخدت واحدة بس، كنترول C واطلع. طيب دلوقتي أنا عايز المسارات اللي أنا عملتها، ممكن نمسكهم من هنا، 1 2 بالظبط كده، أو ممكن نمسك كده، نجرب كده. مسك لنا كل حاجة. طب تعالى نشوف هنعرف نعمل لهم select من هنا. طيب أيوة أيوة، حلو ممتاز، أيوة لحد هنا كده، وده كمان. نحركهم كده عشان نتأكد بالظبط ده اللي احنا عاوزينه. ندوس سلاش. تمام، واحنا ماسكينهم كده هنعمل كوليكشن ليهم مخصوص، نخليه مثلا باترن. تمام تمام. طيب نضيف النسخة اللي احنا أخدناها، كنترول في. هو أخد الشكل كله كامل. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنمسك الشكل عادي كده وندخل جوه الايديت مود. احنا عاوزين واحدة بس، عاوزين واحدة بس كده، ال، وبعدين كنترول اي عشان يعمل انفيرت ونمسح دول. بالظبط دي اللي احنا عاوزينها. طيب دي فين السنتر بوينت بتاعتها؟ هناك اهي. تمام، هنمسك الشكل واحنا في الايديت مود، ندخل الايديت مود ونمسك الشكل A. A عشان يعمل سيلكت لكل حاجة، وندوس شيفت اس، سيلكت تو كاروسيل. تمام، فين بقى الشكل؟ راح فين؟ لا، نعمل نظبط السنتر بوينت الأول في نص الكتلة بتاعته، وبعدين شيفت اس، سيلكت كاروسيل. بالظبط ده اللي احنا عاوزينه. طيب دلوقتي هنمسك الدايرة نمشيها على نفس المسارات بتاعتنا. بس قبل ما نمشيها على المسارات هنعمل حاجة مهمة جدا، هو ان احنا هنخلي المسارات دي تاخد نفس انحناء النعل بتاعنا. نظهر كل حاجة ونروح نظهر معانا الوش اللي احنا طلعناه اللي هو ده. تمام، احنا عاوزينه يكون هنا كده. تمام، ودلوقتي تمسك دول كلهم وسلاش. تمام بالظبط ده اللي احنا عاوزينه. دلوقتي هنعمل ايه؟ نمسك نبص من هنا كده، ده ده السطح اللي هنمشي عليه، وده المسار اللي هنخليه ياخد انحناء السطح ده. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ نمسك اول واحد مثلا ده كده، ونروح نضيف له من add modifier، من generate نختار، لا من deform نختار shrink wrap من هنا. تمام، ونختار كده بالظبط ده اللي احنا عاوزينه. لو بصينا من هنا كده ده اللي احنا عاوزينه كده بالظبط. تمام. طيب نفس الكلام هنا وفي كل المسارات دي.
add modifier من دي فورم shrink wrap، ومن هنا اختار التارجت اللي هو السطح ده. تمام تمام، نعملهم كلهم كده. اتأكد ان اموره تمام. تمام shrink wrap و تمام. دلوقتي جه دور دول نفس الكلام shrink wrap، نختار التارجت هنا. بالظبط ده اللي احنا عاوزينه كده. عاوزين لما نبص للشكل نلاقي المسارات كلها ماشية على سطح النعل بتاعنا. دلوقتي هنعمل لهم ابلاي بقى. نمسكهم ابلاي اللي بعده. نعمل له من هنا ابلاي كده، من هنا عشان نشوف. من هنا نعمل ابلاي اللي بعده. اتأكد بس ان كل حاجة ماشية تمام ولا ايه. لا في مشكلة حصلت. دول طلعوا ليه؟ دول عملنا لهم ابلاي، فهنرجع تاني. في هنا حاجة لازم ناخد بالنا منها. نرجع لحد لما بالظبط كل حاجة تكون تمام كده. طيب اللي هنعمله هنا لازم ناخد بالنا كويس ان ده بيزير سيركل. تمام، احنا عاوزين نحوله لمش، نحوله لمش. ودلوقتي ادخل edit مود، اظهر الفيرتكس. تمام، ده اللي احنا عاوزينه. تمام، اطلع بره الاديت مود تاني. تمام، دلوقتي هو كده اتعمل له ابلاي لوحده. نمسك اللي بعده نفس الفكرة، نعمل له convert to mesh. بالظبط هو ده اللي احنا عاوزينه. اهم حاجة بالنسبة لنا ان هو يكون ماشي على نفس انحناء النعل من فوق. تمام، نمسك اللي بعده نفس الفكرة نحوله لمش، وهنا نفس الفكرة. تمام، دلوقتي هنعمل ايه؟ طيب هو الدايرة دي مش هتمشي على المسار اللي هو المش. الدايرة عشان تمشي عايزة مسار يا اما باث زي كده يا اما كيرف تمشي عليه. فانا هنحول دول برضو بعد لما حولناهم مش نرجع نحولهم كيرف تاني. بالظبط ده اللي احنا عاوزينه. نمسك ده نحوله الكيرف، ونمسك دول نحولهم كيرف. ده وده برضو نحوله الكيرف. تمام، نظهر دول كده ونشوف. تمام، كلهم بقى كيرفات دلوقتي. حتى اللي هنا بقوا يعني كيرفات برضو. هو المسار واحد يعني، سواء كان كيرف او باث او بيزير. تمام. طيب دلوقتي هنمسك الدايرة نعمل لها array
من generate نعمل لها array، زود اي رقم، زود اي مساحة انت شايفها مناسبة بالنسبة لك. ودلوقتي نضيف لها curve، من دي فور curve، ونختار اول واحد معانا هنا. لا، اخفي ده، احذفه خلاص، مش عاوزينه اصلا، خلاص احنا كده مهمته انتهت. طيب دلوقتي نمسك الدايرة، ومن الكيرف نختار المسار الاول. بالظبط ده اللي احنا عاوزينه. بص كده، ايوه كده بالظبط. زود بقى الرقم، هوب، بس هنا كده ماشي. كده كده اصلا الجزء ده كله هنقطعه، ومش هيكون فيه اي دوائر اصلا. نفس اللي عملناه قبل كده، شيفت دي وايه، غير المسار للي بعده، قلل الرقم. تمام، شيفت دي، ودلوقتي المسار اللي بعده، قلل الرقم. ايوه لحد لما يكون كده. هنا انا سايب دول فاضيين عشان خاطر اصلا احنا هنقطع من اول هنا لحد مثلا لحد هنا، فهنا لازم يكون الدوائر كاملة. ممكن نبص من هنا عادي خالص. وخلاص هو بس باقي هنا واحد اهو. شيفت دي، ودلوقتي حول المسار بتاعه هنا كده. قال بص الارقام دخلت في بعض ازاي، فاحنا عاوزين نقلل الرقم لحد لما يكون كده مثلا. ممكن نزود السبيس بينهم، لا حسب، عشان نزود السبيس شيفت مش هينفع معاه، فاحنا ممكن نيجي هنا كده نغير الرقم ده، نخليه ايه، نزود احنا كده رقم، ننقص رقم كده يعني. طيب هي كانت 2، احنا ممكن نضيف 2، نخلي 2 3 مثلا. بالظبط. وكده احنا ممكن ايه، عملنا الدوائر. دلوقتي لازم نعمل لهم ابلاي عشان خاطر يحافظ على الشكل بتاعهم. ممتاز كده، لما تيجي تظهر النعل هتلاقيهم زي الفل معاك. تمام، دلوقتي هنعمل لهم ابلاي. لسه باقي هنا دول. طيب شيفت دي، ودلوقتي غير المسار من هنا لهنا، وابدأ قلل الرقم كده مثلا. تمام، اللي بعده من هنا، اختار اللي بعده، قلل الرقم مثلا. شيفت دي، من هنا اللي بعده. تمام، شيفت دي، غير اللي بعده. شيفت دي، وغير للي بعده. شيفت دي. هانت اهي. شيفت دي، من هنا وغير اللي بعده. بالظبط كده احنا هنكون جهزنا كل الدواير وواخدة انحناء النعل وزي الفل. دلوقتي لازم نعمل لهم ابلاي عشان خاطر نحافظ على الشكل بتاعهم. من هنا نمسك اول واحد كده. للأسف خطوة الابلاي ما ينفعش نعمل سيلكت للكل ونعمل له ابلاي. مش هيعمل ابلاي لكله، هيعمل لك لواحد بس. انت لازم تمسكهم واحد واحد وتعمل لهم ابلاي. تعمل دول كلهم خلاص، لسه هنا. هنا تمام زي الفل. دلوقتي امسح المسارات، امسك ده كده، وامسح ده، وامسح.
تمام دول اصلا. لو لقيت الحركة بقت صعبة معاك، زي ما احنا عارفين حرف الذال وفيو سيلكتد، يبدأ يظبط معاك. امسك اي حاجة الاول وبعدين اعمل كده. تمام. لا ده كده شوف اتحذف يبقى باظ، يبقى ده ما اتعملوش ابلاي. امسك دي كده بالظبط، ما اتعملهاش ابلاي، اعمل لها ابلاي كده. تمام. امسك بقى ده احذفه خالص. دلوقتي عاوزين نقطع الجزء الزيادة هنا، نمسك الاتنين عادي وندخل edit mode. تمام. نبص من هنا، تقريبا القطع كان من بداية هنا كده مثلا. امسك ده لوحده، وامسك ده برضو هنا، بعدين امسك ده كله بقى كده. ايه ده ما بيعملش؟ عشان احنا واقفين على السوليد، عايزين نروح واير فريم الاول بعدين نعمل كده. دوس حرف ال L. لا، يظهر الايدج عشان الشكل يبان، وامسك كده هنا مثلا، ندوس حرف ال وهنا كمان حرف ال وبعدين ديليت. بالظبط ده اللي احنا عاوزينه. روح كده اظهر سوليد زي الفل. دلوقتي نمسكهم كلهم، كنترول جي، عظمة كده زي الفل. اظهر بقى الشكل بتاعك. ممكن بقى تتفرج بقى على الشكل وتشوف كده الدنيا. امسك الدواير، امسك الدواير كده وامسك النعل، دوس سلاش عشان تشوف ان الدنيا تمام ولا لا. بص كده من هنا زي الفل. بص الدواير نص جوه ونص بره. شوف احنا كده جوه. بص احنا كده جوه النعل، نص جوه هنا ونص بره. ده اللي احنا عاوزينه. زي ما قلت لك انت تقدر ايه تتحكم في الشكل بتاعك بقى، تكبر الدايرة تصغرها، يعني دي لعبتك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.